وستولى السيد الأستاذ المستشار خالد الريس مقرر اللجنة إعلان النتيجة على حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي الرياضي اليوم الجمعة الموافق 21/8/2012 والمكونة من السادة نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية السيد الأستاذ المستشار صبري علي سلامة الطائفي رئيسا، والمستشار زغلول عبد الراضي حسن، المستشار حامد محمد عبد الجليل أبو العينين، المستشار خالد أحمد الريس، وبحضور أعضاء اللجنة الإدارية. وقد تأكدت اللجنة العامة في تمام الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 31/8 من اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المنعقدة اليوم، حيث بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية. وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات بواسطة السادة مستشار النيابة الإدارية عملها في تلقي أصوات أعضاء الجمعية العمومية الساعة 1:30، واستمرت في عملها حتى الساعة 6 مساء. وبدأنا بفرز الأصوات في حضور جميع المرشحين، وقد أسفر الفرز عن النتائج التالية. أولا، في منصب رئيس مجلس الإدارة حصل كل من السادة التالي أسماءهم على الأصوات الموضحة قرين كل منهم. السادة: محسن عوض إبراهيم صالح 52 صوت، محمد حسين أبو السعود 1660 صوت، سعد فتحي يوسف الجندي 673 صوت، علي محمد أنور محمد جلال 17 صوت. ده في مستوى رئيس المجلس. ثانيا، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة السيدين خالد محمد محمود فرو 1711 صوت، إبراهيم محمد إبراهيم إمام 691 صوت. ثالثا، منصب العضوية فوق السن كل من السادة محمد أسامة محمد أبو العلا 658 صوت، السيد عبد الرازق محمد 623 صوت، سعيد محمد عبد المطلب 336 صوت، عاطف عبد العزيز عمرو علي 1094 صوت، وليد صلاح الشواتفي نجم 164 صوت، حمد حسن عيد حمد 900 حمد حسن عيد حمد 987 صوت، هشام إبراهيم الدسوقي محمد 278 صوت، خالد الطيب محمد خليل 720 صوت، محمد أمير درويش عثمان 406 صوت، ناصر عبد السلام فرحات العلواني 282 صوت، محمد غريب عبد المنعم غريب 90 صوت، خالد محمود علي بداوي 225 صوت، محمد صالح سليم بركات 410 صوت، طارق عيد إمام فرغلي 154 صوت، أحمد بدوي محمد علي فرج 152 صوت، أحمد مصطفى عبد الحليم محمد 850 صوت، غريب صالح 777 صوت، وائل محمد سامي عبد الصادق حسين 449 صوت، أحمد يوسف عبد العاطي عبد المنعم 888 صوت وليد النصر راشد الكيلاني 1165 صوت، صلاح الدين عبد الموجود عبد الجواد 272 صوت، محمد إبراهيم عبد الرحمن أبو علي 1134 صوت، مجدي إبراهيم محمد مجاهد 607 صوت، مدحت عبد الفتاح حسين 89 صوت. رابعا، منصب العضوية تحت السن حصل كل من السادة محمد أحمد محمدين
436 صوت. بلال جلال أحمد محمد إسماعيل 273 صوت. هارون قاسم أحمد 717 صوت. شادي إبراهيم عبد القادر 336 صوت. أحمد نبيل محمد عبد الحميد راجح 363 صوت. حسين محمد حسين أبو السعود 1465 صوت. إبراهيم محمود حسن عبد الرحمن 1214 صوت. ثالثا، منصب مراقب الحسابات حصل كل من السيدين مصطفى محمد أحمد شلة 1682 صوت. حسن حسني حسن الخباز 1378 صوت. وبالتالي يكون مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي الفائز في انتخابات يوم الجمعة الموافق 31/8/2012 مكون من كل من السادة: محمد حسين أبو السعود رئيسا لمجلس الإدارة، خالد محمد محمود فرو نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية فوق السن كل من وليد النصر راشد الكيلاني، محمد إبراهيم عبد الرحمن أبو علي، عاطف عبد العزيز عمرو علي، حمد حسن عيد حمد، أحمد مصطفى عبد الحليم. وعضوية تحت السن كل من السيدين: حسين محمد حسين أبو السعود وإبراهيم محمود حسن عبد الرحمن. ومراقب الحسابات مصطفى محمد أحمد شلة. واللجنة القضائية المكونة من السادة أعضاء النيابة الإدارية تهنئ السادة الفائزين وتتمنى حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ في المرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.